السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنا من مطبخي المتواضع هوريكم تتبيلة احلى مشاوي تاكلوها في حياتكم. هنا كده كان عندي فرخاية كده صغنطوطة في نفسها، وكان عندي هنا حبة بصل كده بتاع حوالي نص كيلو بصل. قشرته وقطعته طبعا قطع كده صغيرة عشان الخلاط، ومعلقة فلفل اسمر وملح. هي دي تتبيلة احلى مشاوي ممكن تاكلوها. مشاوي الحاتي بقى. ضربتها في الخلاط بقت بالشكل الناعم ده كده، طبعا زودتها حبة مية صغيرين عشان الخلاط يقوم معايا. الفرخة بتاعتي القمرة دي هوريكي هقطعها ازاي. هنا كده قطعتها نصين الاول. بصوا بشيل الحاجات اللي انا مش محتاجاها، الحاجات اللي هي ممكن تعمل لي زفارة، الزوايد، في حاجات كتير قوي يعني الواحد بيستغنى عنها وهو بيغسل الحاجات دي وبينضفها. طبعا الفراخ يا جماعة بيكون فيها كمية ميكروبات فظيعة. يعني الرخامة دي بمسحها قبل ما اقطع، وبمسحها واصبنها كمان بالخل بعد ما بخلص. دي اكيد لازم اديها كده بخة خل، ولو عندي كحول كمان، لان الفراخ عندي دي يعني لو بحثتي عليها هتلاقيها فيها حاجات مش حلوة خالص. هنا كده بصوا قطعتها بالشكل القمر ده كده. شلت الاجنحة لوحدها. الجلد بتاع الرقبة ده انا مش محتاجاه، برميه بصراحة، بستغنى عنه. بصوا الحاجات دي برميها. طبعا بشطف الكلام ده كله واروح حاطاه بقى في قلب التتبيله، هوريكي ازاي. وبتتبليها قبلها بيوم. بصراحه حكايه وهم. ولو تبلتيها قبلها بساعتين برضو عادي، المهم انها تشرب من تتبيلتها، وسهله ومفيهاش اي مشكله خالص. بصوا بقى الصدر بتاعي ده، بصوا ادي كده قطعه، هقطعه 4 قطع عامه يعني. وادي كده قطعه تانية. بصوا العضمية دي مفيهاش حاجة، هتاخد مساحة معايا وتتبيلة ومساحة في الشوي وبتترمي، فليه ارميها من اولها. بصوا الصدر خدته 4 قطع، والورك بقطعه 3. هوريك دلوقتي هقطعه 3 ازاي وبكل سلاسة. هتقطعي معانا. طبعا انا مش عايزة اقولكم ان انا اتعورت وانا بقطع الفرخة دي كده. بصوا بفتح كده الدبوس ده عشان يشرب من التتبيلة. انا عايزاه يبقى حايق طبعا والتتبيلة داخلة فيه كده. كده الورك بتاعي اتقطع 3. هروح بقى واخده هنا كده بديه كده خط بالسكينه عشان التتبيله تدخل فيه. كده قطعت الفرخه بتاعتي. طبعا بعد ما اتصبت، عايزه اقول لكم ان كان صباعي الحمد لله يعني ضاع في الموضوع ده، وغطيته بالاسترتش وسبتها في التلاجة. انا غطيتها هنا بالاسترتش عشان اي روايح ما تطلعش في التلاجة بتاعتي من البصل. هوريكي بقى نشوي ازاي. دي الشوايه بتاعتي. ولعت الفحم ده ازاي؟ كمية فحم محترمة كده، حطيت عليها حبة بنزين وولعت فيه. دي الكفتة بتاعتي طبعا. ابو العيال هو اللي بيشك الكفتة، اللهم بارك عليه ربنا يحفظه. ليه طريقة كده معينة. الكفتة دي انا معلش ما صورتش تتبيلتها والله، عشان بصراحة هو اللي عملها وانا ما كنتش موجودة. فبصوا كده. طبعا انتوا هتقول بقى الارض ومش الارض، لا ده السطح بتاعنا. والمشاوي عامة بنشويها فوق على السطح. هنا طبعا السياخ بتاعتي مغسولة ونضيفة وممسوحة بزيت. وهوريكي احلى كفتة ممكن تاكليها. كانت اللهم بارك اللهم بارك، ولا فكت من على السيخ ولا فيها اي حاجة. الكفتة بتاعتي نص كيلو لحمة. حطيت عليه هنا هقلب النار عشان احط السياخ دلوقتي، وهوريكي هنحط السياخ بتاعتنا ازاي. نص كيلو لحمة عليها مثلا 150 جرام من الدهن، وفلفل اسمر، وملح. وهتروحي حاطه بشر بصلايه، وممكن تستغني عنها، انا ما بنحطهوش. وبعد كده بقى بتروحي لتها كويس قوي، تديها خدمه اللي هي تسمغ معاكي. وبعد كده تشكيها بالطريقه دي وتحطيها معاكي كده. احلى كفته. بصوا بتتقلب ازاي، اللهم بارك، ولا فكت من على السيخ ولا اي حاجه. كانت احلى كفته ممكن تاكلوها بصراحه، وبألف هنا والشفا. هوريكي واحنا بنقلبها على الاربع الاتجاهات بتوعها. لازم كده تبقي عارفه. بصوا كده بتقلبيها، يعني سويناها على 4 اتجاهات، وما بتاخدش وقت في السوا خالص بصراحة يعني. وبتحب النار العالية عشان ما تفكش منك. بصوا كده الله اكبر. خدت السوا بتاعها. ناخد بقى اخر وش الناحية التانية، وخلاص بقت زي الفل. ولو وصلت معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب للقناة مطبخ السعادة. ويا رب تكونوا دايما في سعادة، ومن سعادة لسعادة لسعادة اكبر على قلوبكم.
هنا كده هنرص الايه، الفراخ بتاعتنا دي اللي هي ايه، فرخة. وكان عندي ايه، كيلو اجنحة. يعني حبيت ازود الكمية، وفي نفس الوقت ايه، لما بتبقى الحاجات دي مشوية بصراحة بتتاكل اكتر ما بتبقى محمرة في فيجيتار او مسلوقة، بتبقى تحفة. بصوا وانتي بترصي كده بتحطي الحتت اللي هي الكبيرة او الغليظة جنب بعض، عشان تكوني محطة النار كويس عليها. لكن الحاجات اللي هي الصغننة زي الأجنحة والحاجات دي بتخليها في جنب لوحديها، عشان انتي تتحكمي في النار من تحت. هوريكي تتحكمي ازاي. يعني الأجنحة والحاجات الصغننة مش هتاخد سوا زي القطع الكبيرة، فهوريكي تعملي ازاي. بصوا بنرصها كده اللي هي القطع الرفيعة الصغنططة دي لوحدها عشان نقلل النار من تحتها. وهوريكي هنقلل النار ازاي وهنزود النار ازاي. كل تكات الشوي عندنا احنا وبس. بصوا كده رصينا. بصوا بنرص بقى الحاجات بقى الأجنحة دي زي ما انت شايفة كده، بحطها ايه كده لوحديها. برضه ابو العيال هو اللي متخصص الشوي بصراحة، ربنا يديه الصحة ويبارك لنا فيه ويخليه لنا. هو بصراحة يعني ربنا يخليه لنا بصراحة، بيخليناش نفكر نجيب حاجة من بره. هنا بيقفل الشواية بتاعتنا، وهوريكي بقى الوقت هيعمل ايه. هيقلب النار عشان يهدي النار شوية، علشان الفراخ بتحب النار الهادية عشان تستوي كويس ولا يكون فيها دم ولا يبقى اي حاجة. هنا حطينا السخين دول عشان يرفع الشبكة من على النار، يعني يخليها ابعد للنار عشان تستوي كويس. وهوريكي هنعملها ازاي. بصوا هنا كان بعد وقت طبعا خدت اللون العسل ده، وهوريكي دلوقتي هنقلبها. عامة الفراخ احنا بنقلبها 4 وشوش، وبنخلي الجلد اللي هو بيبقى ناحية ايوه الشبكة المربعة دي نديله صدمة هو الاول، زي ما انت شايفة كده معايا في الفيديو بتاعنا. وكان والله يعني لا تقولي بقى حاتي ولا ما حاتشي ولا نطلب اكل من بره ولا الكلام ده خالص. كانت ما شاء الله جميلة، واللهم صل على النبي، كانت طعمها تحفة. طبعا بقى جنب السلطة الحلوة بتاعتك وسلطة طحينة وعيش. انا بصراحة ما عملتش جنبيها اي حاجة غير طحينة وسلطة بس، ولا مكرونة ولا رز، غمسنا بس. وكان بالهنا والشفا، كانت حكاية. بصوا هنا كده الله اكبر بالشكل العسل ده. كانت استوت، احنا قلبناها 4 مرات يعني، لفينا 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 كده يعني 4 مرات. احنا كده كانت استوت معايا. بصوا هو بيخبطها كده، هي سخنة جدا الشبكة، بس علشان لو في فراخ لازقة تفك من اللزقة بتاعتها. وهي كانت حكاية حكاية. واسفة على التصوير ده، الله يهديها بقى اللي صورت لي بنتي، ف بتروح وتيجي بالتليفون. هي كانت عينيها في الحاجات دي غير ما تكون مركزة في التصوير. هنا كده بصوا الله اكبر. بصوا فككناها كده واحدة واحدة، وكانت ما شاء الله حكاية بجد. الشواية بتاعتك دي بتتصبن وبتروح ممسوحة، تتنشف كويس وتروح ممسوحة ايه بمسحة زيت كده بقماشة او بمناديل فيها زيت. بصوا هنا كان الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعي. بألف هنا والشفا. انتظروني في فيديو جديد. مع السلامة وباي، وهتوحشوني.